انتوا عارفين ان العصبية على الطفل وضربه وتهديده وترويع امنه ممكن يؤدي بالطفل تحتها؟ ايوه، زي ما بقول لكم كده، مفيش حد بيتولد بيتهته، مفيش طفل بيتولد بيتهته. التهتها دي حاجة بتيجي نتيجة واحد، كبت الطفل وعدم سماعه. بمعنى يجي الطفل يتكلم او يدافع عن نفسه يتقال له اسكت، طب بس عايز ما تتكلمش، طب بس ادوني فرصة اشرح هقول حاجة، اسكت، وهكذا. طب بس اسكت، اخرس، مفتحش بقك، انت كمان ليك عين تتكلم، انت كمان ليك عين تنطقي. ونبص نلاقي بعد شهر او شهرين الطفل ده بدأ لما يجي يتكلم ازاي؟ ماما انا كنت عايز بس اقول، وهكذا. مش عارف يقول كلمة على بعضها. واول ما يبتدي يحصل توتر مع اصحابه، معاكوا في البيت، في المدرسة، يبتدي يتهته. وطبعا الطفل ده يبدأ يتعرض للتنمر من اصحابه، ويكون السبب في البداية الاهل والعصبية من الاهل على ولادهم. طب يا جماعة، احنا بنعمل كده ولادنا؟ يعني الاهل بيجولنا بعيالهم، طب نعالج التهتهة دي ازاي؟ طب يا جماعة، علاج التهتهة 1 2 3، بس في حاجة اسمها الوقاية خير من العلاج. انا هنا في قناتي دي ومعاكوا على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام عشان اقول لكم ازاي نعمل وقاية خير من العلاج. طب ده كده بقى الدكاترة او اخصائيين تعديل السلوك والتخاطب ومعرفش ايه والحاجات دي هيقعدوا في البيوت؟ لا، مش هيقعدوا في البيوت، مفيش حد هيقعد في البيوت، لانه كلامنا ما بيوصلش للناس كلها. وللأسف مش كل الناس بتقتنع بالكلام، في ناس للأسف بتستنى لما المصيبة تقع وبعدين يجروا علينا ويقولوا الحقونا. مش بس كده، احيانا بتكونوا انتوا الاهل اللي محتاجين تعديل سلوك مش الاطفال. وخلوني اقول لكم مفاجأة عشان ما تقعوش في براثن التجارة باسم تعديل السلوك. مفيش تعديل سلوك لطفل تحت سن 6 سنين بيتم مع الطفل. يعني اي طفل تحت سن ال6 سنين، اي حد هيقول لكم هشتغل معاه تعديل سلوك هيبقى بيشتغل. تعديل السلوك مع الطفل تحت سن ال6 سنين بيكون من خلال الاهل. في جلسات بتتم، في شغل بيتم، لكن من خلال الاهل. لكن انك تاخدي طفلك وتوديه الاخصائي يعدل له سلوكه وهو تحت سن ال6 سنين، انا اسفه جدا، وكامل احترامي واعتذاري لكل اخصائيين تعديل السلوك، مفيش تعديل سلوك تحت سن ال6 سنين بيتم الا من خلال الاهل. بيتم توجيه الاهل لطرق التربيه الصح، لطرق تعديل السلوك الصح، لطرق استعاده سلوك الطفل، في حين انه بنعمل احيانا جلسات وبنعمل ندوات وبنعمل برامج للوقايه اساسا من ظهور السلوك السيء من البدايه، من والطفل لسه عمره يوم. ودي نصيحة بقى لكل المقبلين على الزواج ولنفسهم أول ما يتجوزوا يخلفوا، ولكل أم حامل، ولكل أب زوجته حامل أو بيفكروا إن هم ينجبوا أطفال. أرجوكم خدوا كورس الوقاية خير من العلاج. أولا خدوا كورسات، بلاش كورسات هتلاقوا انا وغيري كتير على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيتكلموا في فنون التربية السليمة الصح اللي تخلي يطلع عندك وعند حضرتك طفل سليم نفسيا اجتماعيا، ما تحتاجوش بعد سن المراهقة او بعد سن 6 سنين او بعد سن 7 سنين لان انتوا تروحوا بيهم لاخصائيين.
تحتها يا جماعة مش سهل علاجها، ومش سهل على البني آدم انه يحس انه عايز يقول كلمة ومش عارف يقولها. ما تمنعوش اطفالكم يعبروا عن احتياجاتهم، اسمعوهم حتى لو غضبانين منهم، حتى لو زعلانين منهم، ما توقفوهمش عن ان هم يتكلموا ويشرحوا غرضهم وقصدهم. حتى لو غرضهم وقصدهم ده غير مقنع ليكم، سيبوهم يتكلموا، سيبوهم ياخدوا حقهم في ان هم يتكلموا. مش هيحصل حاجة، انتوا مش هتخسروا حاجة. بلاش لما يجي ابنك او بنتك يتكلموا معاك تمنعوا وتصدوا وتوقفوا. حضرتك اللي هتتعب وحضرتك اللي هتتعبي نفسيا لما تشوفوا ولادكم مش عارفين ينطقوا كلمة. هتزعلوا عليهم، ومش بس هتزعلوا عليهم، ده انتوا هتصرفوا فلوس قد كده عشان تعالجوهم. الوقاية خير من العلاج، ما تنسوهاش. ولو عايزين تعرفوا ازاي تكون الوقاية، ابعتولي واكتبولي في الكومنتات وهتلاقوا اجاباتي في الفيديو اللي جاي. هكون معاكم كل يوم خلال شهر رمضان بنصايح تربوية جميلة وحلقات تمر ولبن، وجاهزة لاستقبال استفساراتكم وأسئلتكم وكومنتاتكم. وما تنسوش المتابعة واللايك، وما تنسوش الفيديو تشيروه لكل الناس المهتمين بالتربية واللي مهتمين ان هم يخلوا ولادهم في احسن حال.